أنيون، فاكرين الدخلة دي؟ أيوه زي ما عملنا قبل كده الدوت جونكو اللي هي الحلويات اللي طلعت ترند جدا في كوريا دلوقتي، هنعمل منها بقى الفيرجن التاني اللي هو المال جونكو واللي هي اختصار لمالتشا دونجوك كوكي، ودي خطواتها هتبقى زي الدون جونكو بالظبط بس مع اختلاف بعض المكونات. فطبيعي ان اول حاجه هنعملها ان احنا نحمص الكنافه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. بعدين بدل ما كنا حاطينها في التانية بيستاشيو كريم هنحط هنا تشوكلت كريم او تشوكلت سبريد. في برضو بعد المال جونكو بيتعملوا بدل الشوكلت بيتعمل برضو بيستاشيو. بعد ما قلبناها بقى كويس مع الكنافه هنبدا زي المره اللي فاتت نعمل سكوبس كده بكور من الكنافه. بعد كده هنمسك واحده واحده ونكورها بالشكل ده. نعمل بقى العجينه اللي بره اللي بتتكون من مارشميلو وبنسيحه قبل ما يسيح تماما، بنحط عليه بقى ماتشا ودي بدل الكاكاو، وهنحط كمان لبن بودرة عليه. بنجيب بقى العجينه دي بعد لما تبرد شويه بنجيبها ونقطعها لقطع متساويه. بعد كده بنفرد كل قطعه عشان نحط جواها الكنافه زي ما انتم شايفين كده. واخر ستيب خالص بدل ما كنا بنحطها في بودره الكاكاو هنحطها في الماتشا، نديها تقليبه كويسه كده وهتطلع معانا بالشكل ده. هحط اكسترا ماتشا بس عليها من فوق شويه وبعد كده زينتها بشويه فراوله لان معروف قد ايه الماتشا والفراوله بيليقوا مع بعض. تعالوا شوفوا لي الجمال ده بقى، شايفين شكلها طالع حلو قوي ازاي؟ يلا بينا نجربها وندوقها ونقول راينا فيها، هل هتعجبني زي ما عجبتني الدوت جونكو؟ يلا بينا نجرب، بسم الله. طيب، مبدئيا كده طبيعي ان الكنافه اللي جوه تبقى حلوه جدا لانها كنافه مقرمشه مع تشوكلت سبريد فحلوه جدا. بس المشكله معايا كانت في العجينه اللي بره لان انا الصراحه زودت الماتشا جدا فبقت مره قوي، بس مع الستروبري الصراحه ظبطت الطعم وبقى طعمها حلو جدا. فاعتقد ان هي هتبقى حلوه قوي بس لو الماتشا اتقللت شويه، وهي كده ما فيهاش نوم لمده يومين ورا بعض. هكتب لكم المقادير المظبوطه في كومنت، ولو انتم من عشاق الماتشا جربوها وقولوا لي رايكم.